وبركاته. فيديو جديد على قناة انتقاد. هنتكلم عن موضوع الفراخ. ايه اللي حصل للفراخ؟ احنا مش عارفين، محدش عارف ايه اللي حصل للفراخ. هو يا جماعة واحنا هنموت لو ما كناش فراخ؟ يعني امهاتنا وامهات امهاتنا دي كانت عايشة ازاي؟ كان الزفر ده او الفراخ ده بيتعمل يوم واحد في الاسبوع. ايه المشكلة يعني؟ عندنا اقتراحات كتيرة وارخص من الفراخ. عندنا اعملوا شوية شكشوكة، شوية فول بقوطة، شوية عدس بشعرية، شوية كشري، شوية عدس اصفر، كشري بعدس اصفر. ده في حاجات كتير قوي، مكرونة وسجق، مكرونة ولحمة مفرومة، مكرونة وبيض مسلوق. هتقول لي ان البيض المسلوق غلي، وهتقول لي اللحمة المفرومة ما هي كمان غليت والكلام ده. يعني احنا مش هنبطل ما ناكلش. احنا بنتكلم دلوقتي على الفراخ اللي الكيلو وصل فيها 80 جنيه. خلاص بقى بلاها فراخ خالص ونعمل مقاطعة، نكمل في المقاطعة بتاعتنا عشان الدنيا تهدى بقى شوية علينا. ما احنا لما كلنا نبقى ايد واحدة وكلنا ما ناكلش فراخ لمدة اسبوع، اسبوعين، شهر، احنا مش هنموت من جوع. احنا يعني انت لو جيت عملت النهارده شويه فول بقوطه، ايه اللي هي يعني المضلعه في كده؟ عملت شويه شكشوكه ولا عملت شويه مش عارف ايه الكلام ده كله، ايه اللي هيحصل يعني للدنيا؟ انا مش عارف. فانا بقول لو كلنا اتحدينا، يعني انا اتذكر يعني ايام جدي بقى وابويا الكلام ده، لما السادات تقريبا في عهده غلي اللحمه غليت تعريفه ولا مش عارف ساغ ولا ايه، عملوا اضراب جماعي ومحدش بقى يجيب لحمه، سعرها في نفس اليوم او بعدها بيوم نزل تاني. فاحنا ليه ايه يعني لو ما كناش فراخ هنبطل نقاقي؟ بجد والله العظيم عايزين يا جدعان نبقى ايد واحده، بس هي دي الفكره. ما هو مش معنى ان احنا بنقول مقاطعه وفي ناس كتير قوي مثلا تقول لك خلاص تمام احنا معاك في المقاطعه، ننزل نلاقي اللي معاهم فلوس هم اللي بيشتروا. طب ما انتوا برضه بتخلصوا الفراخ من عندهم، بتخلصوا البانيه وتخلصوا الكلام ده. يرضي مين؟ يرضي مين ان رجول الفراخ اللي كانت بتترمي من القطط والكلاب الناس بقت تشتريها دلوقتي؟ ده يرضي مين؟ طب يرضي مين اللي الكبد والقوانص اللي كنا بنتنك على الفراخ نقول له مش عايزينها خليهم لك، اكنك بتقول خلي البقشيش علشانك. دلوقتي بقى الكيلو بكام؟ الكبد والقوانص 80 جنيه كيلو في الفراخ البلدي، ومش عارف 70 جنيه في الفراخ البيضاء اللي هي اصلا ملهاش لا طعم ولا ريحه ولا لون. طب وبعدين هنعمل ايه؟ احنا هنعمل ايه؟ يعني احنا دلوقتي عيله 4-5 افراد، الفرخه ما بتكفيهاش. ده دلوقتي هيجيبوا رجول فراخ يشموا في رجول الفراخ. انا مش عارف والله. نقاطع يا جدعان بعد اذنكم، نقاطع مش هيخسر حاجه. اشوفكم فيديو جديد وربنا يرفع عنا الغلاء اللي احنا فيه ويرفع عنا البلاء. يا ريت لايك للفيديو بقى واشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس. السلام عليكم.